وزير الصحة بحكومة خنازير الجولاني خجلان يقول أنه بده يفصل كل طبيب أو مساعد طبيب علوي بسوريا، بس قالها بشكل عام أنه إذا اضطرينا رح نفصل الكل. طبعا هني فصلوا العلوية من كل الوزارات، يعني ما تركوا إلا من رحم ربي، بس باقي وزارة الصحة مو قدرانين يفصلوا كل الأطباء والكادر الطبي العلوي لأنه ما عندهم بديل. يعني فيهم يعملوا حالهم فهمانين بكل شيء إلا بهي، راح يبين فيهم الواحد حمار فورا مباشرة، أو في أسوأ الأحوال من أول تشخيص. يعني فصلوا الضابط جابوا بداله واحد من فلول القاعدة وداعش، ضباط الرادارات جابوا بدالهم حماماتية، كمان الحماماتية أحيانا اختصاصهم بالجو ليعرفوا ينزلوا طير الحمام اللي مضيع الكشي تبعه. ضباط الصواريخ جابوا بدالهم الحشاشين اللي بيضربوا صواريخ حشيش، وحصرا البذرة الأفغانية حتى يدعموا الأخوة المجاهدين في أفغانستان. ضباط الشرطة مكان العميد حطوا مساعد من إدلب، مكان العقيد حطوا شرطي من إدلب، مكان مدير إدارة الأمن الجنائي حطوا واحد حداد، وبدل ضابط المخابرات صار في شيوخ وأمراء. يعني بس بدل الأطباء عم يفكروا حاليا بمين بدهم يبدلون. أنا سمعت كمان راح يحطوا مشايخ، يعني بيكون الواحد معه مرض سرطان لا سمح الله بيكتب له الشيخ رقية شرعية ويكون أموره تمام، بيكون معه فشل كلوي بيقرأ له كم صورة من القرآن الكريم بيمشي حاله. وبهالمناسبة لازم تبوسوا رجل كل دكتور علوي أو من الأقليات ما ترك البلد لحد اليوم، روحوا لعنده وحطوا صرمايته على راسكم. لك هم بأوروبا عم يعاملونهم تسهيلات للأطباء السوريين ورواتب تبدأ من 3000 يورو. بس تعالوا مشان الله تعالوا، وانتم يا خنازير راكدين وراء اطبائكم تفصلون وتطفشون. لعنكم الله لعنة لا تحول ولا تزول يا خنازير. بتبع